السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعضياتنا زبدة اللوز واملو. حتى هو من احسن الاشياء اللي ممكن نحضروا لرمضان ونتناولوها في السحور، لانه كيعطي طاقه للجسم وكيشبع. اول حاجه نغسلوا اللوز مزيان ونرقدوه في الماء 12 ساعه. علاش؟ باش نزولوا منه حمض الفيتيك اللي كيمنع الجسم ديالنا من امتصاص المعادن بحال الحديد والنحاس الى غير ذلك. من بعد غنسقطروه من هذاك الماء وغادي نخليوه ينشف شويه، وغادي نحطوه فوق لاطه ديال الفران وندخلوه على 160 درجه حتى يتحمر لينا مزيان على هذا الشكل هذا. شوفوا، كاين اللي كيقول لي ما كيبغيش يتحمر ليهم اللي كيرطبوه، لا راه كيتحمر عادي. من بعد حطيته في الترموميكس ودرت ليه السرعه 6 وخليته. كنطحنو دقيقه وكنخلي الترموميكس ترتاح، وعاوتاني ندير ليه دقيقه ونخليه يرتاح حتى كنكمل ما بين 3 حتى 4 دقائق على حسب واش كيعجبكم فيه هذوك الفريفشات ولا كيعجبكم منيل مزيان. من بعد عمرت القراعي ديالي غطيتهم غير بواحد المنديل حتى بردوا مزيان، عاد غطيتهم بالغلاقات ديالهم. زبده اللوز اللي كتشوفوا عندي في هذه القرعه حضرتها الشهر اللي فات. غتلاحظوا كتكون فوق منها واحد الطبقه ديال زيت اللوز، هي اللي كتخلينا نحتفظوا بزبده اللوز اطول فتره ممكنه. زبده اللوز كنقدروا نحضروا بها بزاف الوصفات، خصوصا الحلويات بدون جلوتين، وكنقدروا نحضروا بها املو. كناخذوا 200 غرام ديال زبده اللوز وكنزيدوا عليها 100 غرام د العسل، وتقريبا واحد شويه واحد 50 غرام ديال زيت ارغان. وحتى الا ما كانش زيت ارغان ممكن نديروا زيت زيتون، ولكن اللي مذاقها خفيف ماشي هذيك اللي مجهده. غنزيدوا واحد القريصه د الملح لان الملح كيعزز النكهه الحلوه. يلا اللي باقي عندها شويه د اللوز من القوام ديال سلو، نوض صوب زبدة اللوز واملو. حتى هو راه من احسن الاشياء اللي ممكن ندخلوا لنظامنا الغذائي في هذا رمضان، وخصوصا الا تناولناه في السحور. وما تنسوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا بغدا.